السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بكم عندي اليوم في القناه فيديو جديد ان شاء الله، اللي عباره عن كيكه عاديه ملطافه يا سلام، كتجي هشيشه والسمك ديالها عالي. هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو راني ما خبيت عليكم حتى حاجه. وهاد الكيكه هذه وجدتها برايبي. هي اختي رايبي جميله، هو باش وجدت هاد الكيكه. هذه هي الطريقه اللي كنعتمدوها في البلاد في النواحي ديال تارودان. دائما تما يا الناس كيحضروا الكيكه برايبي وكتجي رائعه يا سلام، وما تشبعيش منها. الا جربتيها غتعتمديها وغتولي توجديها ديما. فخليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. ان شاء الله اللي جربت هاد الطريقه غتولي هي اللي غتبقى تستعمل ديما، حيتاش بالحليب ولا بالليمون ما كتجيش الكيكه بحال هكا. برايبي عنده مذاق اخر وشكل اخر. يلا نبداو بسم الله. نبداو على بركه الله في المقادير. كنحتاجو 3 ديال البيضات، ممكن تستعملي القد اللي بغيتي ديال البيض. انا هنا غنستعمل 3 البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، قبيصه ديال الملح. هنايا عندي رايبي هذا الكبير، هنايا عندي سكر الفاني، 2 خميرات ديال الحلوى، والدقيق حسب الخليط. انا غادي نعبر معكم الدقيق وغادي نعطيكم في الاخر شحال ديال الدقيق احتاجيت. نبداو على بركه الله. دائما الطريقه العاديه ديال الكيك، غنخفقوا البيض مع السكر سنيده والفاني وقبيصه ديال الملح. هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الحاجه. اول مره نستعمل الكيك، اول مره في حياتي غنستعمل الكيك، هذه هي الطريقه اللي استعملت، وصراحه النتيجه كانت مبهره. كلشي كيقول لي كيفاش درتي ليه، شنو استعملتي فيه، علما انني المقادير سولت عليهم امي كانت كدير نفس المقادير، ولكن سبحان الله ما كيخرج لها الكيك بحال هكا. انا فاش جربت هاد الطريقه هذه وليت معروفه بها، وليت اللي في العائله اللي غيجي عنده شي واحد كيجي يطلبني كيقول لي حضري لي كيكه وديري فيها رايبي. صراحه الطريقه هذه بغيت نشاركها معكم، راها كتجي رائعه وزوينه. والناس اللي كيسولوني كيقولوا لي كيفاش كديري ليها، هنا البنات جبت لكم بالفيديو كيفاش كندير ليها، ما خبيت عليكم حتى حاجه. غنخفق البيض مزيان مع داك السكر والفاني، وغنضيف لهم هنايا كاس ديال الزيت. في الاول قلت لكم كاس الا ربع، دابا غنضيف كاس. ماشي مشكل الزيت البنات، يمكن تقليها يمكن تكثريها، راه ما كتغير حتى حاجه. هنا كنضيف داك رايبي. صراحه هذا رايبي هذا راه كتجيبيه الكيكه يا سلام رائعه. ما عرفت صراحه علاش، ولكن الحاجه الوحيده اللي قدرت نفهم هي فاش كتخفقي البيض، وهذا كيكون الخليط ثقيل شويه. فاش كتضيفي ليه اما الحليب كيخفى في الخليط، فاش كتضيفي ليه الليمون كذلك كيخفى في الخليط، فاش كتضيفي ليه رايبي ما كيخفاش الخليط. تبارك الله، ما عرفتش علاش، حيت رايبي حتى هو راه ثقيل شويه خاطر كيجي داكشي يا سلام. حتى صراحه دانون كيجي بها الكيك يا سلام، كيجي رائع، احسن من الحليب وبالليمون. مازال ان شاء الله نجرب معكم حتى الكيك غير بالماء. غنجرب بجوج طرق، الماء ديال الصنبور يعني الماء عادي، الماء الدافي. ديجا شفت واحد الفيديو ديال واحد الاخت كتستعمل في الكيك الماء الدافي، صراحه كيجي مرتفع وكيجي رائع. المهم البنات هنايا بالنسبه للدقيق، انايا شحال غندير ديال الدقيق؟ غندير 250 غرام ديال الدقيق. المهم الدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط، ولكن انا نعطيكم التقريب. يعني كناخدو 2 كيسان ونص اللي هي 250 غرام ديال الدقيق، ربعه ديال الدقيق تيبقى على حسب البيض واش كبير ولا صغير، والنوعيه ديال الدقيق واش كيتشرب ولا لا. انا هنا عندي راه البنات الدقيق العادي هو اللي كنستعمل في الكيك. كنحاول نعطيكم مكونات اللي بساطين ومتواجدين في البيت، يعني ما تحتاجيش الا بغيتي ديري كيكه خصك ضروري المقادير، غادي تديباني غير اللي كان عندك في الدار. هنا كندير 2 خميرات ديال الحلوى، ممكن تضيفي حتى 3.
كتزيد ترتفع الكيكه. ممكن تضيفي حتى شويه ديال الخميره ديال العجين. مازال ان شاء الله غنجربها معكم في شي كيك تشوفوا راه بالخميره ديال العجين حتى هي كيجي زوين. المهم هذا هو القوام ديال الكيك اللي عندنا، كيجي شويه ثقيل. وسبحان الله هذا الكيك هذا ديال رايبي راه ما كيحتاج دقيق بزاف، كما قلت لكم راه كيكون داك رايبي كيكون الكيك خاتم. هذا هو القوام ديالو. هنايا البنات قولوا لي بصحتي المول، راني شريت المول هذا مجموع كما قلت لكم كيعجبني المول مجموع وطويل، احسن من هذاك القديم اللي كان عندي، واسع بزاف وكيخصك كميه كبيره باش يلاه يبان فيه. هنايا كيف الطريقه المعتاده غادي نصب الكيك ديالي في المول وغنحاول نهز ديال الفوق. وفي هذا الاثناء راني شعلت الفران وخليته كيسخن. بالنسبه للفران شعلته غير دابا باش بغيت نخوي الكيك، وغنخليه يسخن غير بين ما وجدت الكيك وندخلوه على عافيه متوسطه. العافيه غير من التحت كنخليه تقريبا 40 دقيقه حتى كنشم الريحه ديالو، وكنطلع عليه بلا ما نحل الفران. كنطلع عندها الفران ديال عنده الباب ديال الزاج راه مزيان، اللي ما عندهاش تبقى طل غير بشويه. المهم ما تحلوش حتى تشوفي الكيك طلعاتو الحموريه من الجناب، وشعلي ليه من الفوق ولا هبطيه لتحت على حسب العافيه فين كاينه باش يتحمر شويه من الفوق وصافي كيكون واجد. الطريقه ديالو راه ساهله وبسيطه والطريقه المعتاده اللي كنديرو ديما. هاد المول البنات عجبني بزاف صراحه، مزوق كيعطيك واحد في الكيك رائع. وهو صراحه ماشي من المولات اللي خارجين دابا، ماشي من دوك المولات الغاليين، دوك اللي خارجين دابا دايرين 130 درهم من المول، هذا داير غير 30 درهم. مول عادي وصراحه كيجي فيه الكيك واعر وهو راه طويل مرتفع، يعني الا درتي كميه شويه كبيره راه غادي يطلع الكيك حتى للفوق. مازال غندير معكم كميه كبيره ان شاء الله. مادام هذا الكيك ما كيخسر كنقدروا نحتفظوا به، علاش لا نديرو كميه كبيره، نديرو مقادير مضاعفه باش يعمر ليا المول حتى الفوق. ولكن هاد الكميه هذه راه زوينه ما بيهاش. هاد الكيكه دابا هذه بقات عندنا حنايا يومين، ولكن صراحه راه دغيا كليناها حيت جات رائعه. هانتوما كتشوفوا داك المول الزواق اللي فيه. البنات هاد الكيكه هذا تقدري تزيني باي حاجه كانت عندك. انايا ما كنزينش بحال هاد الكيكات هادو اللي غنحتفظ بهم، ما كنزينهمش باش ما يخسروش ليا، يبقاو ليا مده اطول. وهكا اصلا ماني نضا كيعجبهم الكيك هكا ناشف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي رائع. انا متاكده الا جربتوه بهذه الطريقه غيجيكم رائع وغادي يعجبكم بزاف. وديروا نفس المقادير، يعني ديروها برايبي راه كتجي يا سلام، نكهه فيها رائعه. هنايا بالنسبه للطول ديال الكيكه البنات راه فيه 10 سنتيم، راه تبارك الله مرتفع ويا سلام. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا البنات واحد النصيحه بغيت نعطيها لكم بالنسبه للكيك، باش نديمو ليه ونحيدوه من المول كنحيدوه هو سخون ياك، ولكن نقطعوه كنخلوه ضروري شويه حتى يبرد على الاقل بدرجه حراره المطبخ عاد نقطعوه. انا هنا غنقطع معكم واخا باقي سخون غير باش دغيا نكمل الفيديو ونوريكم كيفاش كتجي من الداخل. غنعاود نعبر معكم هذاك الطرف تقريبا بين 29 سنتيم. وهنا وصلنا لاخر الفيديو. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش ديروا لي لايك الفيديو وتخليوا لي تعليقاتكم الزوينين والمحفزين. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، خليتكم على خير.